السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم عندنا قصة إن شاء الله أنها من أجمل القصص وفيها الفائدة والعظة والعبرة. قصتنا اليوم هذا رجل يقول أنا طبعا بدأ حياته الدراسية، ثم خلص الدراسة بعد كذا توظف، بدأ يكون مستقبله. جاء يوم من الأيام لوالد والدته قال شوفوا لي بنته بيتزوج. خطبوا له من كذا من كذا عائلة، ما الله كتب نصيب إلى أن يوم من الأيام خطبوا له من ذاك العائلة اللي وافقوا مبدئيا. قالوا خلاص خلوا الولد يجي هو وأبوه. بعد كذا لما وصلوا اجتمع فيهم والد العروس، فقالوا نبي نسأل عنه، وبعد ما نسأل عنه نبي نرد لكم. إذن راح بعد يومين اتصلوا قالوا خلاص خلي يجي، احنا سألنا عن الولد إن شاء الله الأمور تمام، خلي يجي بس يشوف البنت. يقول والله وتذكرت وتزبط هذا وجي الشوفة الشرعية. يقول دخلت عند أبوها شوي، جتنا البنت جلست معنا يمكن 5 دقائق وسألتها كذا سؤال. يقول ارتحت أنا. يقول البنت ما شاء الله تبارك الله على قدر كبير من الجمال، وإنسانة مثقفة وإنسانة متعلمة، وكذلك مؤدبة، وهم عائلة يعني محترمة. يقول فقلت لأبوها إن شاء الله أنا برد لكم. يقول وطلعت من عنده. يقول رحت لأمي طيران وقلت يا أمي اخطبيها لي أنا موافق. قالت يا ولدي اصبر اركض لين بكرة رد عليهم. قال لا هالحين وش بكرة. قالت يا ابن الحلال اصبر اركض بطفوق انت صايبتك الطفاقة، خلنا الناس نركض على الناس شوي وبكرة نرد عليهم. يوم جاء من البكرة ردوا عليهم، اتصلت قالت خلاص حنا ان شاء الله اننا موافقين والبنت عجبتنا والى اخره. ف شوفوا يعني ترتيبات زي كذا. قالوا عطونا يومين بس نشوف البنت، إذا كانت موافقة أو ما موافقة نعطيها فرصة أنها تفكر وهذا وتستخير، وعسى الله يكتب لي فيها الخير. بعد يومين ردوا عليهم قالوا خلاص أوكي، الملكة بعد أسبوع. حددوا الملكة بعد أسبوع. يقول الأسبوع هذا صار عندي تقريبا أكثر من شهر، يعني صار طويل الأسبوع هذا. يقول لما بقي يومين على الملكة اتصل أبو البنت على، يقول أبوي ألو السلام عليكم، يا أبو فلان الزواج قسمة ونصيب وحنا والله. وبعد اليومين، بعد ما بقي له يومين، يوم اتصل أبو البنت على أبو الولد يا أبو فلان الزواج قسمة ونصيب، والله يوفق ولدكم والله يوفق بنتنا، ما لكم نصيب عندنا. ايش فيه ما فيه؟ قال خلاص ما لكم نصيب وانتهى الموضوع، ما لكم نصيب عندنا، والله يوفق ولدكم، حنا الله يوفق بنتنا، ما لكم نصيب يا اخي، ما الله كتب نصيب، حنا على البر لازلنا على البر، ما في شيء خلاص. يقول طق سكر التليفون. رجع يقول ابوي اتصل فيه مرة ثانية قال له يا ابو فلان وش الموضوع؟ قال الموضوع ان ما في نصيب، ما انكتب نصيب خلاص، ما انكتب، الله يوفق ولدكم حنا الله يوفق بنتنا، كل واحد يشوف نصيبه. يقول حاول فيه ابوي، حاول فيه ما قدر فيه، ما يعني ما اعطاه نتيجه، ما اعطاه كلام ايش السبب. فيقول جاء ابوي وكلمني قال لي ترى الجماعه اتصلوا وقالوا ترى ما في نصيب. ايش فيه يا ابوي ايش السبب؟ قال ما في نصيب، عاد هذا كلامه والله ما فهمتني. قال انا بتصل فيه، قال اتصل فيه. يقول رحت واتصلت في ابو البنت. يقول قال يا ولدي الله يستر عليك والله يستر علينا، مالك نصيب عندي. طق سكر التليفون. حاولت اني اتواصل معه، يقول ما قدرت. فيقول صار خلاص يعني هم سائلين وموافقين وكل شيء، ويعني ايش اللي غير؟ ابي السبب اللي غيرهم. يقول ما لقيت نتيجة مرة. يقول فقالت امي قالت ولدي شوف يعني شوف نصيبك واخطب وخلاص البنت، يعني اللي خلق هذه ما خلق غيرها، في بنات اجمل منها وافضل منها بمراحل، يعني مو نقف على هذه خلاص ما الله بكتب لك فيها نصيب خلاص. يقول المهم
راحت الايام، يقول قلت لا ما بي زواج. يقول بعد فتره قلت لامي اخطبي لي. يقول والله تروح، يقول راحوا العائله من ربعنا، يقول واخطبت لنا ذاك البنت، وافقوا وقالوا خلاص، وعدوهم، المهم وعدوهم للشوفه الشرعيه. يقول يوم جاء يشوف البنت، واللي والله هذه نفس البنت اللي خطبها الاولى. يقول داخله علينا. يقول ما كملت، قمت وقلت السلام عليكم، برد لكم. يقول والله روح لامي قلت قولي لهم ما في نصيب. يقول البنت هذه لما شفتها، يقول كأني شايف البنت الأولى. يقول مرة خلاص أنا شفتها قدامي البنت الأولى. يقول حتى اني سألت أمي، قلت يا أمي هذه نفسها البنت؟ قالت لا يا ولدي، هذه أفضل منها وأجمل منها، ولا هي بحوله فرق السماء عن الأرض. ما هذه بزي هذه نهائيا، يعني اختلاف كليا. مثل ما تقول هذه مثل ما تقول هذه مثلا هذا لون أسود وهذا لون أبيض، في فرق كبير بينهم. يقول يعني مو بحول بعض. فيقول قلت خلاص قولي لهم انا ما الله كتب نصيب ولا ما لنا بالجسم. بلغتهم امي وراحت، قال والله انها قال خلاص انا ما لها نصيب عندي. المهم انها راحت السالفه. يقول راح على السالفه هذه شهرين. يقول بعد شهرين، يقول لهم جاء بعد المغرب. يقول وانا اصلي المغرب واتحرك للحي اللي هم ساكنين فيه، اللي ساكنين فيه البنت الاولى اللي انا خطبتها. يقول يوم جيت عند المسجد حقهم، يقول وانا انتظر لين اذن العشاء، مذن العشاء وانا ادخل المسجد واصلي. يقول يوم خلصت صلاه العشاء، يقول وانا اناظر يمين يسار هذا ابو البنت. يقول وانا اطلع معه، السلام عليكم يا عمي، كيف حالك، شلونك، عساك طيب؟ والله الحمد لله بخير ونعمه. قال عمي انا بعرف بنتك، انا ما ابيها خلاص، والله ما ابيها ولا بفكر ولا افكر فيها، لكن خلاص ما الله كاتب نصيب، بس بعرف السبب اللي خلاكم ترفضون وشنو. قال يا ابن الحلال رح، ما خلاص ما الله كتب نصيب ولا هذا ولا نتكلم. قال والله العظيم اني بس بعرف السبب وانا امشي، بس اعرف السبب والله لا اروح، ما عاد اكلمك ولا تجيكم، ما عاد ولا عاد خلاص. وبنتك ما بيها خلاص، الله يستر عليه ويرزقها اللي اطيب مني. قال تبي السبب؟ قال هي سبب. قال حنا سالنا عنك واحد من ربعك، ما هو سالنا عنك، يقول اتصل واحد من ربعك علي وقال لي شيء فيك مو بزين، الله يكفيني شر والله يرفع عنك بلنا، وانت المفروض ان ابوك ما راح يخطب لك وانت فيك هالشيء هذا. قال وش الشيء اللي فيني؟ قال مالي قايل لك انا علمتك بالسبب ان واحد من ربعك اتصل فيك يقول فيه السبب الفلاني، واصلا ابوك المفروض انه ما دام انه يدري فيك السبب هذا، المفترض انه ما يمشي لك مع الرجيل ولا له وجه انه اصلا يمشي مع الرجيل. يقول انا يعني اتشت الى ابعد درجه اني خلاص. يقول مره قلت قل لي وش السبب اللي خلاك كذا. يقول المهم شفت انه مصر على، قال انا علمتك بالسبب وخلاص هذا السبب، ولا الله يستر عليك فكره من شرك. يقول قال شوف انا ما ادري من اللي سال عني، ما دامك ما انت معلمني فيه، لكن هذه محل عملي، وهذا محل استراحتي، وهذا محل الحي اللي انا ساكن فيه، وهذا ارقام ربعي كلهم في الاستراحه، وهذه موقع الاستراحه، ابى اعطيك اياها كلها، برسلها لك الان على جوالك كلها، وروح اسال عني، انا ما ابي بنتك، بس اسال عني هل السبب هذا اللي انت تقوله هو فيني ولا لا، وبعدها الله يستر علي وعليك، بس لازم اثبت لك اني انا ابن ناس ومتربي ويعني واخلاقي عاليه، ما تصل لهالدرجه. يقول المهم قال زين. يقول واروح من عنده وانا ارسل له على الجوال. يقول ارسلت له ارقام خوياي، وارسلت له موقع استراحتي، وارسلت له موقع عملي، وارسلت له موقع بيتنا. يقول قلت رح اسال وش اسمي. يقول يوم صار يومين او 3 ايام، يقول والله انه يدق علي، الو فلان؟ قال نعم. قال انا عند باب الاستراحه. قال طيب. يقول لي كنت في الاستراحه. انا قلت طيب انا طالع لك. يقول وانا اطلع، يقول والله هو سلم عليه وقلطه اقلط. يقول يوم قلط ولان هذا ربعي وقد يسولف معهم وهذا، ولا واحد من العيال يقول مزبط لنا ذيك العشوه اللي يحبها قلبك، يقول والله ويحط العشاء وانت عشاء واللي علينا بالخير، وكل شوي ساحب من واحد من ربعي يتكلم معه. المهم يوم هذا يقول هو يدق علي، كان واقف مع واحد من العيال برا ويدق علي، قال انا ماشي تامر شيء؟ قال الله يستر عليك. يقول والله ويروح. يقول المهم يوم انه راح، يقول وهو يغيب له تقريبا حدود الشهر
يقول ما أدري وش اللي صار، لا اتصل ولا شيء. يقول يوم من الأيام وهو يدق علي قبل المغرب بساعة كذا، دق علي قال تصلي معنا المغرب اليوم؟ قال سم أبشر أبشر. يقول والله وأنا أحرك، يقول وجي أصلي المغرب. يوم صليت المغرب وأنا يقول أطلع ولو ينتظرني برا وأنا قابله، قال اقلط. يقول وحنا قلط. قال اسمع أنا والله العظيم إنه جانا اتصال وقال في كلام والله ما أقدر أقوله لك ولا ينقال أساسا، وأنا رحت وسألت عنك خلال الفترة هذه، رحت سألت عنك خوياك والاستراحة والحارة عندكم والمسجد وإمام المسجد. يقول ما خليت أحد ما سألته، للأمانة ما لقيت وراك إلا ونعم التربية. أما هذا اللي الشخص اللي قال الكلام هذا والله ما أدري وش مغزاه في الكلام هذا، لكنه من قال طيب من هو الشخص هذا؟ قال ما أقدر أقول لك نهائيا الشخص، لكن اللي لك علي البنت لا زالت موجودة. وإذا أنك رجال حنا شارين نسب كذا، أنك رجال لا زال خاطرك في البنت، الله محييك. وإذا رجال تقول ما حصل نصيب، الله يستر عليك، ما حصل إلا كل خير. لكن فعلا أنت ثبت لنا أنك رجال والنعم. قال لا والله إني أبي نسبكم، وأنا والله إني أبي البنت هذه. قال الله محييك. يقول حتى البنت إنها لما قلنا لها إنه ما في نصيب، يقول البنت صارت لها فترة تعبت علينا بسبب هذا الشيء، وإنها ضاق صدرها وهذا. يقول المهم والله ويتم زواجنا وتم الأمور الآن الحمد لله. يقول معي أولاد ومعي بنات وخير من الله كثير. يقول يا ربي لك الحمد، أموري كلها في السليم. للهنا انتهت القصة. طبعا الشيء المهم جدا إن ما هو كل شخص ينقل معلومة تصدقها على طول. شخص ممكن بينه وبين الشخص هذا خلاف، أو بينه وبينه مشكلة، والشخص هذا دني النفس أو ما عنده مروة، راح وفتن بينه وبين الناس اللي هو خاطبا منهم. المفترض أنت يا أبو البنت تتوكد من هذا الأمر وتشوف أمورك، وتشوف هل المعلومة اللي وصلتك خطأ أو صح. أتمنى أن القصة نالت استحسانكم ورضاكم وإعجابكم. كل يستخرج الفائدة من القصة والأشياء اللي نستفيد منها، وشاركونها في الكومنتات. شكرا لكم، في أمان الله.